هسه للاسف ما نريد ننزل هذا المستوى، بس يعني علي حسين رحيمه وكل لاعب مثل العراق يعني هو تاج راسك. يعني انت اذا ما تعرف تحكي وجايبيك بهذا المكان فقط للضحك يعني عليك، خاف انت ما تعرف هذا الشيء. انت موجود فقط للسخريه يا حمود سلطان، ويبدو ان الاهداف العراقيه الكثيره اللي دخلت مرماك لحد الان صداها عندك، وهذه رده فعل طبيعيه، لان ايام حسين سعيد وعلي كاظم الظاهر انت متاذي من هاي الاهداف حتى اللحظه، وصبيت جام غضبك على اللاعب علي رحيمه. شنو قال لك؟ قال لك الغرافه اللي انت مستشار بهذا النادي ما يستحق الفوز. يعني وجهه نظر طبيعيه، اما تهجم وتقول تاج راسك الغرافه، لا، علي حسين رحيمه وكل لاعب عراقي مثل المنتخب العراقي هو تاج راسك، وانت فقط موجود مره اخرى اقول لك اياها للسخريه، وانت نصبه بهذا البرنامج. احنا بالعراقي نقول لك انت نصبه، يعني موجود حتى ينصبون عليك، بس خليها ببالك. لكن احنا ان شاء الله مؤسساتنا الرياضيه يكون لها وقفه تجاه هذا الموضوع، لان صار اكثر من مره، وحتى المؤسسات الاعلاميه يجب ان يكون هناك وتكون هناك وقفه، ونحمي جميع رياضينا سواء بالداخل او الخارج. علي حسين رحيمه اي لاعب محترف مثل هيج نماذج لا تعرضوا لها، لا نوقف لهم ونعرفه شنو هو. جاي نقول لك انت مضحكه، فلا تصير مضحكه بعد اكثر من اللي انت بها يا حمود سلطان. ويا ريت تاريخك يوصل لاي لاعب عراقي ومثل منتخباتنا وبطولاتنا اللي حصلنا عليها. ما اعرف انت ايش عندك من بطولات، انت كل عمرك قضيتها بملاعب ترابيه، حتى ما توجت ببطوله واحده. ما اعرف، اقل مباراه يمكن 5.